بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفه حلوه جدا، سهله وسريعه ومنجزه وما فيهاش اي حاجه صعبه خالص. حلوه جدا، تنفع معانا للفطار او للعشاء. وكمان انا عاملاها مخصوص للسندوتشات اللانش بوكس الصبح لاولادنا وهم رايحين المدرسه. بجد حلوه، هتوفر علينا وقت ومجهود بدل ما نجيب عيش فينو ونقعد نفكر في حشوات. دي سهله ومنجزه. تقدري تعمليها بأي حاجة موجودة عندك في التلاجة، ببواقي التلاجة، بشوية لانشون، بشوية جبنة بس، بشوية خضار. حلوة جدا وهتوفر عليكي وقت ومجهود. تقدري تعملي منها كمية وتشيليها في الفريزر، تطلعي منها على تسخين على طول في الميكروويف دقيقة واحدة. وتكون السندوتشات جاهزة معانا. هتطلع معاكم بالشكل الحلو الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بجد من الوصفات الحلوة جدا اللي تقدروا تجربوها وتعملوها. هتعجب ولك وانا متأكدة ان شاء الله. جربوها وشوفوا بينا. يلا نشوف الوصفة احنا جهزناها ازاي مع بعض. هنجيب الطبق بتاعنا، هحط فيه كوباية وربع من الحليب، وهحط عليهم 3 معالق كبار من السكر، وهحط عليهم معلقتين كبار من الخميرة، وهحط ربع كوباية من الزيت، وهحط كمان معاهم معلقتين من الزبدة. مكعبين 2 صغيرين كده من الزبدة معاهم مع العجينة، بتخلي طعمها حلو جدا. عايزين تستخدموا زيت بس، عايزين تستخدموا زبدة بس، اللي موجود متوفر عندكم. بس الاتنين الميكس كده، الاتنين مع بعض بجد بيبقوا حلوين قوي مع بعض. هنقلبهم كده كويس جدا مع بعض لحد ما السكر والخميرة كده يمتزجوا كده مع بعض. هكون مجهزة معايا دي نص كيلو من الدقيق، نخلاهم قبل ما احطهم على المكونات السايلة، ومعايا كمان رشة من الملح. لما بندخل الدقيق يا جماعة بيدي هشاشة حلوة جدا للعجينة، فلازم ندخل الدقيق الاول. لو تقدروا كمان تدخلوه مرة او اتنين بيكون احسن. انا نخلته نزلت بيه على المكونات السايلة. هنبدأ بقى نعجنها كويس جدا، وكل ما نعجن في العجينة هتدينا طبعا قوام حلو جدا ونتيجة حلوة. هنعجن فيها مش اقل مثلا من 10 دقايق. لو هتعجنوا في العجان 4 5 دقايق بالكتير وبتكون جاهزة معاكم. بعد ما عجناها ووصلت معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، حطيت عليهم رشة من الزيت كده على الوش عشان الوش ما ينشفش ويشقق معانا، وهغطيهم لحد ما العجينة تختمر معانا. تقريبا مش اقل من نص ساعة او ساعة الا ربع. احنا عارفين الجو بدأ يبرد شوية الايام ديت، مش بيكون زي الصيف، بتبقى نص ساعة او تلت ساعة بالكتير بتكون العجينة اختمرت. فدي تقريبا قعدت من نص ساعة لساعة الا ربع. بعد ما اختمرت كده اهوت هبدأ اقسمها على جزئين. هناخد كده كورتين كده، هنحاول نسويهم على قد ما نقدر. وناخد اول كورة، هنبدأ بقى نفردها. عايزين تفردوها بايديكم او بنشابة كده زي ما انتوا شايفين. انا بحس ان النشابة الصغيرة دي بجد سهلة وسريعة وبتنجز معايا في فرد العجين. طبعا هنفردها على قد حجم الصينية اللي احنا هنعملها. عايزين تعملوها مربعة، مستطيلة، دائرة، طبعا على حسب الصينية اللي انتوا هتستخدموها. انا ده كده الصاج بتاع الفرن الكهرباء. جبته، حطيت فيه دهنة من الزيت، وحطيت فيه ورق زبدة. وهبدأ افرد هو مربع. وهبدأ افرد فيه العجينة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنبدأ نسويها على قد الصاج على قد ما نقدر، وهنعمل للعجينة حرف كده زي ما انتوا شايفين، عشان لسه هنعمل طبقة تاني من العجينة ونطبقهم الاتنين على بعض. نقدر نقفل العجينة على بعض بطريقة سهلة يعني. معايا بقى هنا دولت شوية فلفل الوان احمر واصفر واخضر. طبعا احنا قلنا اللي موجود والمتوفر عندكم تقدروا تحطوه، يعني ممكن تستخدموا نوع واحد بس من انواع الفلفل اللي موجودة. ومعايا كمان شوية من الزيتون الاسود. تقدروا لو في زيتون اخضر، لو في ميكس بين الاسود والاخضر، لو مفيش منه خالص. بس طبعا انتوا عارفين الزيتون بيبقى طعمه حلو جدا مع المعجنات. هي اتعاملوا معاها كأنكم بتتعاملوا مع البيتزا بالظبط، كأنكم بتعملوا صينية بيتزا. ومعايا هنا هوت دوج. تقدروا برضك في الحشوات زي ما قلنا تستخدموا اي حاجه. انا حطيت هنا هوت دوج، لو في شويه لانشون، لو في شويه جبن مشكله تقدروا تحطوها. ممكن شويه لحمه مفرومه، شويه سوسيز، اي حاجه موجوده عندكم تقدروا تحطوها. ممكن كمان تستخدموا بسطرمه لو موجوده متوفره عندكم. وكان عندي هنا هو شويه كمان من الجبنه الرومي، هحط معاها شويه من الجبنه الرومي وشويه كمان من الجبنه الموتزاريلا.
الجبنه الموتزاريلا برضو لو في عايزين، لو عندكم ميكس موتزاريلا وشيدر مع بعض برضو بتبقى حلوه جدا. تقدروا تستخدموا تركي مدخن، انا بقول لكم افكار واللي موجود عندكم تقدروا تحطوه. تقدروا تعملوها بالجبن، بس يعني لو في مشكل جبن بجد هتبقى برضك حلوه جدا معاكم. بجد بنات من الوصفات الحلوه جدا والله اللي تقدروا تعملوها سهله انا متاكده ان شاء الله لو عملتوها وجربتوها هتعجب ولادكم للمدرسه. كده خلاص احنا كده عملنا الجزء الاولاني من الصينيه. هنبدا بقى نجيب الجبنه الكره التانية، هنفردها بنفس الطريقه. هنحاول برضك نعملها على قد الصينيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنجيب بقى الصينيه بتاعتنا ونحاول كده نحطها على الوش بالراحه على قد ما نقدر. لو في اي زيادات في العجينه طبعا احنا بنشيلها، احنا هنظبط العجينه على قد الصينيه، ولو في اي زياده بنشيلها من على الاطراف بايدينا بقى كده اهوت. هنضغط كده اهوت، نقفل الطرفين كويس جدا مع بعض عشان الحشوات ما تخرجش بره. والزياده انا شلتها زي ما قلت لكم بصابعنا كده اهوت بالراحه جدا، بنضغط عليها، بنقفل الطرفين مع بعض. خلاص بعد ما سويناها بقى بالشكل ده هنجيب السكينه بتاعتنا ونقدر نقطعها بقى حجم السندوتش اللي انتوا عايزينه. عايزين تعملوها مربعات، عايزين تعملوها قد الحجم بتاع سندوتش العيش الفينو، الحجم اللي يريحكم اعملوه. سهله جدا برضك في تقطيعها، نمشي كده اهو فيها بالسكينه واحده واحده هتتقطع معاكم بكل سهوله. انا قسمتها كده في الحجم اللي انتوا شايفينه ده، كنت شايفه كده هوت ان هو مناسب. لو كل واحد اخد له الصبح سندوتش بالحجم ده هيبقى حلو جدا. وطبعا برضك احنا على حسب برضو ايه اكله ولادنا، يعني انتوا عارفين ولادكم بياكلوا كميه قد ايه. في اللي بياكل سندوتش، في اللي بياكل سندوتشين. فانتوا تقدروا إيه تحطوا الحجم اللي انتوا عايزينه وكميه السندوتشات اللي انتوا عايزينها. خلاص بعد ما قطعناها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت هسيبها بس 10 دقايق ترتاح. هتلاقوا كده هو شكلها كأنه تضاعف تاني او خمرت مرة تانية. هنبدأ بقى نجهز معايا دولت شوية لبن، حطيت معاهم معلقة صغيرة من النسكافيه سريع الذوبان. وهبدأ بقى ادهن الوش كده بتاعها. المعلقة النسكافيه الصغيرة دي بتدي شكل حلو جدا مع العيش، بتخلي شكله طالع حلو جدا، بتديله اللون الحلو المظبوط اللي احنا متعودين ان احنا نجيبه من الفرن. تقدروا لو مفيش نسكافيه ومفيش حليب تقدروا تعملوها بصفار بيضة مع رشة صغيرة من الفانيليا عشان زفارة البيض. وتقدروا برضك تدهنوا الوش كله هتطلع معاكم حلوة جدا. معايا بقى كده كمان شوية من السمسم، تقدروا تستخدموا سمسم او حبة البركة اللي موجود ومتوفر عندكم. انا هنا حطيت سمسم بس. طبعا في الوقت دوت الفرن بنكون بقى مشغلينه على درجة حرارة 180. هندخلها في الرف اللي في النص ونسيبها تقريبا قعدت تقريبا 20 دقيقة. اول ما تاخد لون من تحت بنفتحها 5 دقايق من فوق. وطبعا احنا بنتابعها على حسب كل واحد الفرن بتاعه. ممكن تقعد 5 دقايق، ممكن تقعد دقيقتين 3 على حسب درجة حرارة الفرن عندكم. وهتطلع بقى معاكم بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما طلعت في الفرن يا بنات خطوة مهمة جدا، تشوفوا برضك فوطة تكون مندية كده شوية تغطوا بيها الصينية. هتحافظ على الطراوة بتاعة العجينة وتطلع معاكم طرية وهشة وجميلة معاكم. يعني بعد ما تطلع من الفرن غطوها بس كده 10 دقايق هتطلع معاكم بالشكل التحفة اللي انتوا شايفينه ده. انا عملت كده سبتها 10 دقايق متغطيه بفوطه منديه كده، وطلعت معايا كده طريه وجميله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بجد بنات من الوصفات الحلوه جدا وطعمها فعلا والله جميله جدا. تقدروا تعملوا منها كميه تشيلوها في الفريزر تطلعوها على التسخين على طول. فطار عشاء راجعين من المدرسه جعانين، تسخنوها على طول حلوه ومنجزه جدا نازلين درس. بجد بجد جربوها، انا متاكده باذن الله هتعجبكم. شايفين شكلها يا بنات عامل ازاي؟ وكده خلاص انا اكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. اتمنى يا رب تكون الوصفة عجبتكم، ولو جربتوها قولوا رأيكم عليها في الكومنتات، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة.